هادو خطيرين، 3 تشكيلات رائعين، جربوهم على ضمانتي. رائع المذاق لشوشيه فنين. عرفتو مذاق ينسيكم في مذاق، فاش كنت كنطيبهم واحد الريحه عطيه في الدار، واحد القرمشه وواحد اللذه. المذاق خطير. بسم الله، ما غنعدش انا ناكلها كلها. روعه. الشوكولا باين. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. اليوم غنشارك معكم 3 الفقيقسات العاشوره، من اروع الفقيقسات اللي غتجربوا، من اروع الفقيقسات اللي غتجربوا. 3 ديال المذاقات، 3 ديال الشكيلات. هو الخدمه ديالهم سهله، كتحرروا كتقطعوا كطيبوا، يعني خدمتهم سهله. المقادير فيهم شويه ديال المقادير، يعني ماشي اقتصاديين، ولكن راه يستاهلوا تجربوهم. نقدر نقول لكم بلي كنوعدكم غتاكلوا اروع فقيقسات على الاطلاق. والبنات اللي كيخدموا لي كوموند، الا كتعاملوا مع الناس الذواقه هادو غيتخاطفوا عليهم، يعني غير سجلوا عندكم الوصفه وجربوها. راه كيجيو خطيرين رائعين. القرمشه، الهشوشيه، المذاق، كلشي فيهم. خليكم معايا حتى لاخر الفيديو، ما تفلتوش عليكم النصائح وما تفلتوش عليكم طريقه التحضير. يعني واخا تاخذوا المقادير من صندوق الوصف، اهم حاجه هي النصائح اللي كيتعطاو في الوصفه. خليكم معايا. غنبدا معكم باول شكل او اول نوع ديال الفقيقسات اللي بالشوكولا واللي كيجيو خطيرين. غادي نحتاج 125 غرام تاع شوكولا نواغ، يكون نوعيه ممتازه. خدمت بلي فيه 55%، ممكن تخدموه حتى بداك اللي كيكون شويه مر، فيه اكثر من 70%. غندير الشوكولا في كاسرونه مع ربع كاس عنبه ديال الحليب. غادي ندوب كلشي فوق البوطه عافيه مهيله مع التحرك حتى كيدوب ليا الشوكولا مع الحليب بلا ما كيتحرق الشوكولاط. الخليط غنخليه على جنب يبرد، ما غنخدمش به هو سخون، غنخدم به وهو دافي اولا شي شويه بارد، يعني ماشي بارد في الثلاجه، وانما غير على جنب حتى كيدفى او كياخذ ليا درجه حراره المطبخ. في واحد البول غندير 125 غرام من زبده تكون من اصل حيواني. الوقيته اللي كنكون ممكن نخدم بزبده نباتيه كنقولها لكم، ولكن في هذه الوصفات ضروري تخدموا بزبيده تكون من اصل حيواني. غنوريكم الماركه باش خدمت في الفقيقسات التانيين. المهم الزبده بدرجه حراره المطبخ، زدت عليها 120 غرام تاع سكر سنيده. النكهه ديال الفاني، ممكن ديروا ساشيه الفاني، غير انا درت النكهه ديال الفاني اللي كانت عندي. درت بيضه، ربع معلقه صغيره ديال الملحه. وضروري الزبده كي قلت لكم تكون بدرجه حراره المطبخ باش هكا دغيا كتخدم معكم، يعني خرجوها قبل من الثلاجه باش كتخدموها بكل سهوله. غادي نخدم الخليط مزيان، ما يبقاش عندي طريفات تاع الزبده ولا شي حاجه مكوره، حتى كيرجع الخليط بحال الشكل تاع شي كريمه. يعني غير خدموا سواء بيديكم ولا سباتولا ولا باطور كاع ماشي مشكل، المهم غير كيتخلط، ما يبقاش عندي الحبيبات ديال الزبده ولا شي حاجه هكا مكلوته، يكون الخليط رطيب. دابا غادي نزيد الخليط اللي صوبنا في الاول اللي دوبت ديال الشوكولا مع الحليب، من طبيعه الحال ماشي سخون. وغادي نخلط الخليط جيدا. عاد غادي نزيد 3 ساشيات ديال الكاكاو، ممكن تعوضوا هاد الساشيات بالمعالق ديال الكاكاو، يعني كل ساشيه تقريبا فيها واحد المعلقه متوسطه ديال الكاكاو، ولكن اختاروا شي كاكاو يكون زوين. غنحتاج 100 غرام ديال اللوز حمرته، ما درتش 100 غرام وانما درت 125 غرام، يعني تقريبا 125 غرام ما بين زبده شوكولات اللوز حتى هو. 125 غرام ديال اللوز اللي محمر نص تحميره، وهرمشته هو سخون، لانه ملي كنهرمشوه هو سخون كيعطينا ديك التهرمشه غليظه، اما الا هرمشناه هو بارد ومحمر كيعطينا بزاف داك التفرتيت. دوزتو في لاشواغ، عطاني تهرميشات اللي هما غلاظ، بغيت انا اللوز يكون هكاك غليظ باين. وزدت 60 غرام ديال اللوز ايفيلي ما محمرش. غادي نخلط الكل جيدا. عاد غنبدا كنجمع بالدقيق مع نص معلقه صغيره ديال الخميره الكيماويه. بالنسبه للخماره غادي ندير غير نص معلقه صغيره، وفقط في هاد الفقيقسات الاولين، ولا الفقيقسات الثانيين والثالثين ما غتكونش فيهم الخميره نهائيا. الدقيق
خاص بالحلويات. كندخل شويه بشويه بالتدريج حتى كتوقف العجينه. تقريبا دخلت ليا 360 غرام ديال الدقيق، ولكن كتبقى على حسب نوعيه ديال الدقيق. يعني نتوما كتزيدوا الدقيق حتى كتوقف العجينه. من طبيعه الحال ماشي تتقصحوها اكثر من القياس حتى كترجع كتفرتت، غير كتبان لكم متماسكه ما كتلصقش في اليدين، ممكن نحربلها بكل سهوله. صافي كتكون عندي واجده مباشره. دروكا غندوزو نصوبوا منهم حرابل اللي يكونوا مغلظ مرقاق. انا ما بغيتهمش يكونوا رقاق، ما بغيتش الفقيقصات يجوني بحال القريشلات اللي كنديروهم شي شويه رقاق. هاد الفقيقصات بغيتهم يكونوا شي شويه باينين، عاود ماشي يكونوا غلاظ بحال الشكل تاع الفقاص الكبير. يعني حرابل في هذا القياس هذا اللي كتشوفوا معايا. واحد الحاجه اللي غنوصيكم عليها، ملي تكونوا كتحربلوا ما تخليوش الفراغ في العجينه، ما تخليوش العجينه مقطعه من الداخل. حربلوا مزيان وخليو العجينه تكون متماسكه في بعضياتها باش ما كيجيش لكم من الداخل ملي كنكون كنقطع الفراغ. عاود الا كان اللوز ولا داك المكسرات اللي درنا في الجناب ديال الحربول حاولوا تدخلوه للداخل. عاد كملوا التحربيل ديالكم باش هكا اللوزه ما كتجيش في الجنب ملي نجي نقطع يتهرس الحربول. غندخلهم للكونجيلاتور، درتهم في واحد البلاطو فوق منه لداك الفيلم اليمونطير، وكندخلهم للكونجيلاتور يجمدوا بين ما وجدت الفقيقصات الثانيين. فيهم 200 غرام تاع زبده من اصل حيواني. خدمت بهاد الماركه اللي وريتكم بدرجه حراره المطبخ، يعني تكون رطبه ماشي تكون في الثلاجه. غندير تقريبا واحد نص معلقه صغيره ديال الملحه مع واحد المعلقه ديال الفاني. ممكن ديروا ساشيات ديال الفاني، واخا انا هاد الماركه بالضبط ديال الفاني ما كتعجبنيش، ولكن هي اللي توفرت عندي خدمت بها. المهم ديروا شي شويه الفاني بزيد باش يجيكم المذاق ديال الفاني باين. غندير ساشي ديال الفلون كراميل اللي بدون سكر، يعني ساشيه صغيره مع 120 غرام من السكر. شوفوا تقدروا تخدموا بسكر سنيده، انا خدمت بالسكر الاشقر اللي ما تيكونش رطب، ماشي داك الرطب، غير السكر اللي كيكون اسمر اللي كيتباع عادي. ما عندكمش غتخدموا بسكر سنيده ما كاين حتى شي مشكل. 3 المعالق كبار تاع الحليب المجفف او لا نيدو، وغادي نطرب كل شيء مزيان حتى كيولي عندي واحد الكريمه اللي هي ما فيهاش طروفه ولا ما فيهاش تكتلات ولا ما فيهاش الكريكبات. الباتور راه غير كنخلط بها، ممكن تخلطوا غير بيديكم، انا غير بيتو يعاوني خدمت به، ولا راه ماشي ضروري نهائيا. غنزيد 2 معالق كبار تاع زيت المائده ونرجع نخلط. كي قلت لكم راه تخدموا غير بيديكم. انا الباتور شوفوا عندكم تسمعوا الباتور تبقاو كتطربوا حتى كتنفخوا الخليط، راه غير كنخلط، راه ماشي كنطلع، ماشي كنفخ الخليط، راه بغيت غير هي كنخلط وصافي. يعني تخدموا غير بيديكم كي كنخدموا الحلوه بيدينا عادي. صافي هنا الخليط راه عندي تخلط مزيان. غادي نزيد 60 غرام تاع الفيتين، الا عندكم ديروه، ما عندكمش ممكن تعوضوه باللوز افيلي، ولكن الفيتين قرمشتو بوحده وحتى المذاق ديالو بوحدو، يعني كيزيدكم واحد اللذه لهاد الوصفه. غنزيد 100 غرام تاع اللوز حمرته نص تحميره خفيفه وهرمشته وهو باقي سخون باش كيعطيني طريفات اليوم غلاض. هرمشته في لاشواغ 100 غرام. وغنزيد بيضه. هاد البيضه كنت خاصني نزيدها مع الوقيته اللي كنطرب داك الزبده وداكشي، ولكن نسيتها على جنب راه حتى قشعتها. كنت غنساها وغادي نخلي الحلوه بلا بيض. جاب الله شفتها زدتها المهم مع الوقيته اللي ضفت اللوز. بان لي بلي داك الفاني، راه قلت لكم من هاد القرعه الفاني ما كتقنعنيش، انا كيعجبني واحد النوع اخر ديال الفاني. المهم راه بان لي الفاني ناقص، زدت واحد شويه ديال الفاني. صافي كنخلط هادشي مزيان. غادي دابا نبداو كنجمعوا بالدقيق. هاد الفقيقصات الثانيين راه ما فيهمش لا خماره، ماشي بحال الاولين، هادو ما فيهمش لا خماره. غادي نبدا كنزيد الدقيق الخاص بالحلويات من طبيعه الحال شويه بشويه بالتدريج حتى كيوقف الخليط، كيعطيني واحد العجينه اللي هي رطبه وما كتلصقش في اليد. تقريبا راه كتدخل ما بين 350 حتى ل 400 غرام ديال الدقيق، ولكن كي قلت لكم الدقيق تما كنزيدوه بشويه بشويه باش هكا العجينه ما كنفوتوش فيها الدقيق، وكترجع كتولي كتشتت وما كتبقاش كتجمع، وحتى كتولي كتلقينا داك اليدام كامله وما كتبقاش زوينه. هنا غير وقفات صافي. غندوز مباشره غادي نشكل منها حريبلات.
كيف قلت لكم في الفقيقصات الاولين، الى شي لوزه كتخرج في الجنب كتدخلوها وسط من الحربول وكتعاودوا تحربلوا باش هكا كيجيكم دوك الحريبلات مفينين، وحتى في التقطاع كيجيوكم مزيانين والمكسرات كلهم كيجيو من الداخل. صافي المهم بشويه بشويه الا بانت لكم مثلا الحربول كيتقطع عاودوا شكلوه باش ما كيجيكمش الفراغات من الداخل، وكتصوبوا حريبلات اليوم غير في القياس. السمك كتحكموا فيه نتوما، شوفوا القياس تاع هاد الفقيقصات اللي بغيتو قداش. المهم غنكمل انا بنفس الطريقه في نفس البلاطو فين درت هذوك الفقيقصات نيت دوك الحرابل الاولين ديال الشوكولا. كندير هاد الحرابل وملي كنسالي راه كندخل البلاطوات للكونجيلاتور يشدوا راسهم، عاد غندوزو للتقطاع. المهم دابا غندوزو للفقيقصات الثالثين اللي حتى هما رائعين. غنحتاج فيهم 200 غرام تاع زبده من اصل حيواني، مع 150 غرام ديال سكر كلاصي. في الاول خدمنا بالسكر سنيده، دابا غنخدمو بسكر كلاصي. ساشيه ديال السكر من السم بالزهر. غنحتاج 2 الفرماجات، فرماج مثلث ممكن ديروا حتى المربع ماشي مشكل، المهم 2 فرماجات. غندير واحد معلقه ديال الفاني، اولا بغيتو ديروا ساشيات واحد 2 ساشيات تاع سكر الفاني، ونص معلقه ديال الملحه. بغينا ديك المذاق ديال الفقيقصات الثانيين والثالثين، ديك المذاق ديال ملوحه مع حلاوه كتعطيهم واحد المذاق رائع. داك ديال الشوكولا لا درنا غير طريقه ديال الملحه. وغادي نخلط كلشي مزيان سواء باليد ولا بالباتور. غير هو كي قلت لكم الباتور غير كنخلطو ماشي كنمونطيو اولا ماشي كنفخو الخليط. يعني بغيتي ديك الزبده مع داك الفرماج والسكر كلاصي تخلطو مزيان. سكر كلاصي غربلوه من قبل باش ما يجيوكمش الكواري في وسط من هذا الخليط. ايوا غير تتبان لكم ديك الزبده راه ولات كي الكريمه، غادي نزيد 2 بيضات. والزبده كنخرجوها من قبل من الثلاجه. وكي قلت لكم في الاول غنعاود نقولها لكم، هاد الفقيقصات ما كيبغيوش زبده نباتيه، كيبغيو زبده من اصل حيواني. وصافي غادي نخلط هذاك البيض مع الخليط. غير كيتخلط كنحيد الباتور باش ما بغيتش كي قلت لكم انا نفخ الخليط. صافي غير كيتخلط. دابا غادي نزيد 50 غرام تاع الزبيب اللي رقدتو في مزهر، سقطرتو وقطعتو. ضروري من هاد النقطه هادي، الا ما قطعتوش الزبيب في اي حلوه، الا ما قطعتوش ودرتوه في الحلوه لمجرد ما كتقيسوا العافيه ولا السخونيه كيتنفخ، وإلا تنفخ كيطرطق لكم هذاك الفقيقصات او اي حلوه. لهذا قطعوا الفقاص او قطعوا الزبيب رقيق. زدت 2 معالق كبار ديال اللوز محمر ومهرمش رقيق، مع 100 غرام ديال الكركاع حتى هو مهرمش. الكركاع هكاك يعني ما كنصهدوه ما والو، كنهرمشوه فقط. ومعلقه كبيره ديال شوكولا فيغميسيل الا عندكم، ما عندكمش ممكن تستغناو عليها. هي دوك التنميشات ديال داك الشوكولا كيجي زوين مع الزبيب والكركاع. صافي غادي نخلط دابا كلشي، وغادي نبدا كنزيد في الدقيق. حتى هاد الفقيقصات راه ما فيهمش الخماره، فيهم غير الدقيق فقط. غادي نبقى كنجمع بالدقيق شويه بشويه حتى كنوصل للعجينه اللي بغيت. بالنسبه للكميه اللي كتدخل في هاد الفقيقصات ما بين 480 حتى 500 غرام ديال الدقيق، وممكن معلقه زايده فوق 500 غرام على حسب نوعيه ديال الدقيق، على حسب الحجم ديال البيض. المهم انا راه بالضبط دخلت ليا 500 غرام، ولكن كي قلت لكم بالتدريج حتى كتوقف العجينه. حيت الا درنا الدقيق خطره واحده والعجينه تقالت ما كيبقاش الفقاص كيجي زوين، والعجينه كلها ما كتجيش باقي زوينه وكتبقى كتفرتت لينا في يدينا هكا. العجينه راه رطيبه ما كتلصقش في اليد، وفي نفس الوقت راه رطيبه وما كتشتتش ما كتشققش. حتى هي بنفس الطريقه غنشكل منها بودانات او حرابل، غنديرهم غير في القياس باش كنتحكم فيهم من بعد. وكنجيب بلاطو ضروري كتفرشوا له واحد شي بلاستيك ولا الفيلم اليمونتير ولا البابي كويسون باش هكا ملي كتجمد هذيك الحرابل كيجمدوا ما كيلصقوش في البلاطو. ملي غنكمل غندخلهم حتى هما الكونجيلاتور حتى كيجمدوا شي شويه، عاد ندوز باش نقطعهم. صافي هنا كملت معكم 3 التشكيلات كاملين. دابا غادي ندوز باش نبدا نقطع. هنا راه بديت تقطع وبديت كنطيب في نفس الوقت، حيت خدامه غير بفرانطو، كنقطع وكنطيب وكنعاود نعمر الطوا وكنطيب. المهم ما كتخرجوش الحرابل كاملين، خصوصا الا كان الصيف كتخرجوا القياس،
حيت الا كانوا جامدين كتقطعوهم بسهوله، الا كانوا مازال ما شادينش راسهم ما كيتقطعوش لكم مزيان، ويقدر حتى المكسرات كيتهرسوا في التقطاع. غتجيبوا موس ماضي ولا كيتور، انا كنفضل دائما الكيتور في هذه الوصفات، ولكن تقدروا تخدموا غير بموس العادي اللي كيكون ماضي. وكتبداو كتقطعوا الحرابل، كتجبدوا القياس اللي غتقطعوا مثلا جوج بجوج، وما كديروهمش رقيقين بزاف عاود، لانهم كيكونوا حلوين مي كيكونوا شي شويه غلاظ، يعني غير القياس. هنا وريتكم الطاوه راه يلا خرجتها من الفران. المهم راه قلت لكم انا خدامه كنطيب وكنقطع في نفس الوقت وكنعاود نعمر الطاوه. كنلتفهم في طاوه ديال الفران اللي دايره له البابي كويسون. هذاك البابي كويسون منها ما كيخليش الحلوه تلصق، منها حتى بحال كيحمي لينا شي شويه هذاك لتحت باش ما كيتحرقش دغيا في الفران، بحال شي شويه كيحمي هذاك الفقيقصات من التحت او الحلوه من التحت باش ماشي دغيا كتخطف لينا من التحت. بالنسبه فاش كتكونوا كتقطعوا الحلوه، الا بانت لكم الفقيقصه تشتات او لا مثلا ضغطوا على شي لوزه وشتات لكم دوك القنيتات، كتقادوهم بيديكم بحال هكا عادي، كتجمعوا هذيك القنيتات اللي تشتتوا وكتعاودوا تحطوا الفقاص في الطاوه بحال ما وقع والو. ولا بغيتوهم دائريين كتشكلوهم دائريين، غير هو انا درتهم بشكل عشوائي، يعني كنقطعوهم ما كنقادهمش، كنقاد فقط الا بانت ليا شي بلاصه مهرسه في الجنب هي اللي كنقاد باش ما كتضيعش ليا من بعد في الفران. اما راه قطعتهم بشكل عشوائي كيعجبوني هكا عشوائيين كيجيو زوينين. بغيتوهم دائريين غتقادوهم تفينيوهم نتوما على شكل دائري يكون زوين. المهم كنوريكم هنا غير السمك اللي درت لهاد الفقيقصات وغندخلهم دابا للفران. الطياب ديالهم مهم بزاف البنات، الا بغيتوهم يجيو مقرمشين طيابهم زوين ولونهم موحد كطيبوهم على درجه حراره 160 او 150. انا درت 160 تقريبا. كنشعل تحت وفوق خطره وحده وكنديرهم في الوسط. فران سخنتهم من قبل شي شويه وكنحطهم مع المراقبه. كنحط الطاوه ماشي كنمشي ونخليها، كنحطها مره كنجبدها ونقلبها. عاود كنجبد الطاوه كنشوف ياك ماشي حبه تحمرات اكثر من القياس باش هكا احيانا كتكون شي حبه تحمرات بحال هنايا جوج حبات تحمروا ليا قبل من الاخرين. كتبقاو مراقبين، بانت لكم شي حبه راه تحمرات من التحت ومن الفوق ومقرمشه كتجبدوها وكتدخلوا الطاوه تكمل الطياب حتى كياخذوا لكم واحد اللون اللي هو موحد. في الاول فاش كيكونوا سخان راه كيكونوا رطبين، هي باش تكونوا عارفين هذه النقطه هذه. الا بانوا لكم رطبين وهما محمرين عرفوا باللي راه غير حيت سخان، ولكن غير تيبردوا تيتقرمشوا. حاجه اخرى تاني الا دخلتهم من الفران اللي مجهد غادي يتحرقوا لكم من برا ومن الداخل غيبقاو طريين ماشي مقرمشين، يعني عطيوهم خاطر في الطياب حتى كياخذوا واحد اللوين اللي هو زوين. وهنا تعمدت انني نطيب ديال الشوكولاط مع البيضين باش كنضبط الطياب ديال هادوك اللي فيهم الكاكاو، لانهم فيهم الكاكاو وفيهم حتى الشوكولا. غيش ما بغيتش نضيع داك المذاق ونطيبهم اكثر من القياس، كنديرهم مع البيضين هكا كنضبط لهم طيابهم. ملي كيبانوا ليا البيضين راه خداو ديك التحميره خفيفه فحتى هادوك تنعرفهم باللي راهم طابوا. وملي نجي نحمر كنحمر في القياس، ما كنحمرهمش حتى كنولي كناكل غير المذاق ديال الحرق ولا المذاق ديال التحمار. خاصني ناكلهم مذهبين ماشي بيضين مذهبين، ولكن المذاق ديال كل شيء باقي في فمي، المذاق ديال المكسرات، المذاق ديال داك النكهات اللي درنا وديال البسكويت ديال الزبده. ايوا صافي هنايا راه هذاك الفقيقصات الاخرين اللي فيهم الزبيب واللوز تا هما قطعتهم غندخلهم للفران بنفس الطريقه عافيه متوسطه او 160 تحت وفوق مع المراقبه حتى كيطيبوا لكم ويتقرمشوا وياخذوا هذا اللوين هذا. شوفوا لي اللوين شحال غزال، محمرين تحميره خفيفه مقرمشين. اما الريحه راه خصكم تعرفوا على ريحه كتكون فيهم ملي كيكونوا كيطيبوا، وراه مذاق ما كيشبه المذاق هادو، ما كيشبهوش نهائيا لا الاخرين ولا لهاد ديال الكاكاو. وهذا هو الشكل ديالهم. قربتهم لكم باش تشوفوا داك الشكل حيت في الكاميرا ما كيبانش بحال الواقع تيبانوا غزالين. الكاميرا ما مع حتى الاضاءه عندي شي شويه ضعيفه ما كيبانوش بحال الواقع. المهم هذا هو الشكل ديالهم. من طبيعه الحال كتخليهم حتى كيبردوا تماما عاد كتجمعوهم وكتحتفظوا عليهم في بواطه اللي تكون كتسد مزيان باش كتحافظوا على القرمشه ديالهم وتيبقاو لكم مزيانين. وهاد الكميه اللي خرجت راه باقي عندي واحد شويه على جنب، غنوريكم غير التقرميشه ديالهم كيف دايره. ضروري نقطع معكم حبيبات تشوفوا القرمشه كيف دايره.
هشاش وفي نفس الوقت كاينه واحد القرمشه اللي زوينه. هادو غزالين البنات، هادو فيهم المذاق تاع الشوكولا غيش ما كتعرفوش شنو كتاكلوا، راه كيجيو لذاذ لواحد الدرجه ما تخيلوهاش. اما هادو ديال الفيتين ما نهضروش عليهم، رائعين. وشوفوا لي القرمشه ديالهم كيف دايره، قرمشتهم ديك القرمشه الهشيشه الزوينه. هادو بالشوكولا مختلفين على داكشي اللي جربته من قبل، فيهم المذاق تاع الشوكولا حاضر، واحد التقرميشه وواحد الهشوشيه فيهم وغزال، قرمشتهم خطيره، المذاق اكثر من رائع. انا هادو ما يمكنش. وشوفوا الهشوشيه ديالهم، بسم الله. روعه، الشوكولا باين رائعين. الشكل الثاني حتى هو رائع، المذاق الهشوشيه فنين. عرفتو مذاق ينسيكم في مذاق. او هاد النكهه هادي كيحمقوا، هاد الفقيقصات كيحمقوا رائعين. فاش كنت كنطيبهم واحد الريحه عطيه في الدار، واحد القرمشه وواحد اللذه، المذاق خطير، بسم الله. ما نعرفش انا ناكلها كلها. شتي لو واش جربوا هادو روعه وكميه زوينه، المذاق جربوهم رائعين.